السلام عليكم. اهلنا الطيبين في هذه الارض الطيبه، هذه الارض وهذه البقعه ظلا على الدوام محل تراحم ومحل تواجد ومحل معرفه ومحل علم. الكلام ده كله جاي من على راس الناس الموجودين هنا، اهلنا القادريه، اذا كانوا بالجاي ولا بالشرف يا غالي. احنا جينا من هناك عشان نقول لهم شكرا، جينا نقول يا شيخنا الريح بارك الله فيك وربنا يجزيك خير، وقفت مع اهلك هنا ده وسندتهم سندك لاهلك هنا هو سند للسودان، ووقفتك مع الناس هنا هي وقفه للسودان. ربنا يجزيه خير، ربنا يقويكم جميعا، يقدرنا جميعا نعمل عشان نحفظ وحده هذه البلد، ونحفظ امنها، ونحفظ سلامه، ونخلي الناس يرجعوا يعودوا زي ما كانوا زمان، بلدنا عامره ومشروع مخدر. عارفين البلد فيها كثير من المصاعب وكثير من المشاكل، خاصه مشروع الجزيره. نحن وعدنا اخواننا في الولايه واخونا الشيخ قالوا نحن نجي نقعد مع الناس في الوطن، نجي نشوف أن نرجع المشروع زي ما كان زمان مدور، زي ما كان هو الرافد الرئيسي لخزينة السودان. ربنا يعيننا واخواننا المزارعين في كل مكان، انهم ربنا يمكنهم من انهم يفلحوا ارضهم ويوفروا الشيء اللي بيعيشوا ويعيش على السودان معهم. بارك الله فيكم، ربنا يوفقكم. نحن طبعا السلام، الناس يتكلموا عن السلام وعن الهدنه، نحن اي سلام اي سلام واي هدنه نحن بنرحب بها دارنا، ما في زول داير الحرب، ما في زول داير الحرب، لكن نحن بنقول سلام وهدنه ما تجيب لنا العدو ثاني راجع. سلام وهدنه ما تجيب لنا زول كتلنا ونهبنا وشال حقنا وطردنا ثاني راجع عشان يجي يكرر نفس الكلام ده ثاني. لا هو ولا الزول اللي واقف معاه، ده ما بنقبلهم ثاني. نحن الناس اللي بيكاتلوا وشايلين السلاح قاعد بقول لهم والله انتم قد تكونوا مغررين بكم مغشوشين، ما عندنا اصلا مانع فانه نستوعبوا ونجونا راجعين. الناس اللي شايلين السلاح كل يوم يتجدد العفو عنهم، تعالوا خدوا السلاح وتعالوا راجعين، البلد بلدكم، وخلوا السياسيين دول ينططوا فين يطيطوا ويحووا سفاراتهم برا هناك. لكن نحن معانا الشعب السوداني كله، ومعانا اهلنا ومشايخنا في الطرق الصوفيه، كلهم ساندين البلد، وكلهم بدعواتهم وتضرعهم. ربنا حفظ البلد دي، وربنا طرد الخونه والمتمردين منها. فان شاء الله ربنا يديم علينا نعمه الامن، ويديم عليكم جميعا وجود الناس الطيبين والقاده اللي ربنا يصطفاهم عشان يقودوا مسيرتكم. نحن واقفين معاهم وندعم منهم، وزي ما برضه واقفين مع الشعب السوداني بنقول لكم انتم هنا في الجزيره، اصلا الجزيره دي هي قلب السودان. يجب القلب ده لو حيا وبقى قوي السودان كله بيحيا ويبقى قوي ان شاء الله. فان شاء الله ربنا يديكم العافيه ويقويكم، بارك الله فيكم، شكرا لمساعدكم، شكرا لحضوركم. الله اكبر، الله اكبر.